السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميع. الليلة بصافحكم بقصيدة ولها قصة. وقبل الكلام هذا وسائل التواصل بدأوا يضيقون علينا ما يخلونا نصور وحنا نسوق ولا وحنا راكبين. إذا صورنا وحنا نسوق ولا راكبين سووا لنا حظر وأحيانا حذف، وفي أطيب الحالات وصول محدد. فهذا سبب كبير إني ما عدني بصور دايم دايم دايم، يعني صرت بقول لازم إني جالس في مكان ولا الله. وأما القصيدة لها قصة. هذا شاعر الله يذكره بالخير يشوفني أكيد الحين، أكبر مني وعنده تدفق شعري، يحب كل ما جاء مجلس يحب يعطي قصايد، وفي كل مشاركة وفي كل حفل وفي كل لازم مسوي زحمة. الله وينصح يمزح معي بالقصيد، وبيننا ميانة وبيننا تقدير بغض النظر عن الشعر. الله وعنده نصايح لي في الشعر ماني مقتنع فيها. الله وحبيت أمازحها بذي القصيدة، وفيها رسالة في آخر بيت أقول: أشكر اللي قال وينك ما شفنا لك جرة، كل يوم وكل ليل يطمر الجرفاني، بندقك من كثر تثوير ألف شق محترة، لين وسع حلقة هاي الشاعر الفناني، لقفة خيول العبيدي جاتكم مفترة، يا حليل اللي ما حس بكرة القحطاني، أدري الجمهور لا جبت الجديد يسره، يعشق اللي فيه روحنا يملك الوجداني، المسابح في المجالس شفتها من ذرة، يقطع الله كل سبحة سلكها تعباني، شوف طرات العود الأزرق في العزيمة مرة، لو تسوقه 10 مرارا ضايق الضيفاني. سلامتكم.